هي الناس بقت ليه كلها وحشه كده؟ وليه الالم اللي يسور ما يجيش الا من اقرب الناس ليك؟ ده بالظبط الكلام اللي كان في دماغي سنه 2006 تقريبا، اول ما اتخرجت وجالي شغل في القاهره. وقتها ما كنتش اعرف حد في القاهره، واحد او اتنين بالكتير. بس انا اخترت الاقرب لي، اللي انا متربي معاه، والده ووالدتي زي ابويا وامي بالظبط. اتصدمت صدمه كبيره جدا. اصحابه مش شبهنا، خروجاته وسهراته مش شبهنا. اضطريت استحمل فتره لان ما كانش عندي اي بديل، ودي كانت اول غلطه. بعد فتره من الخلافات والشد والجذب وكده، كانت هي حركه فاصله بيستهين بكل شيء بعمله، حتى الصلاه. كان هو واصحابه يتفقوا عليا ويقفوا يرقصوا ويهرجوا قدامي كده ويسحبوا السجاده من تحت عشان ما اعرفش اكمل صلاه. اليوم ده اتخانقنا خناقه كبيره جدا وسبت المكان ومشيت. في الليله دي انا بقيت في مسجد الحسن. وخلونا انط بالاحداث شويه وارجع تاني. لما روحت بيتنا على اساس ان انا هقعد بقى مع بابا وماما ونتكلم مع بعض شويه واحكي لهم اللي حصل، اتفاجئت انه هما مستنيين بسيناريو ما كنتش متوقعه اطلاقا. ان الكلام اللي كان بيحصل من صديقي العزيز بيقولوا عني انا. طبعا بعد ثورة عارمة مني طلبت انه يبقى فيه شهود. ودي كانت الغلطة التانية او الصدمة التانية. الشهود دول اصحابه، بينهم وبين بعض مصالح، جم في بيتنا وشاهدوا ضدي انا. لو كانت القصة خلصت عند النقطة دي كان زمان لسان حالي بيقول انه الدنيا بقت سواد، كل الناس بقت وحشة، كل الناس بقت خاينة. لكن هرجع بالزمن لليلة اللي انا بقيت فيها في مسجد الحصري، وكان تعتبر من اسعد الليالي بالنسبة لي. كلمت واحد صاحبي، الشخص التاني اللي انا كنت اعرفه. الشخص ده كنا بنتعامل مع بعض معامله سطحيه، كنا بنشتغل مع بعض كده في الاجازات بتاعه الصيف. احمد انا في الشارع. قال لي ولا يهمك يا معلم، بكره هتجيلي في الميعاد الفلاني في المكان الفلاني. رحت فعلا واكتشفت ان هو فضالي المكان بتاعه في السكن، وقدر يتصرف ان هو يروح يبات مع ناس تاني. المكان اللي هو فضالي في السكن ده كان من افضل الاماكن اللي انا عشت فيها في حياتي. صلاه فجر في ميعادها، نوم وصحيان ومذاكره لانهم كانوا طلاب في ميعادها. حسيت ان انا بنتج وبتعلم بسرعه جدا في التوقيت ده، وعرفت حاجات حتى في الدين ما كنتش اعرفها قبل كده. القصه دي انا ما طلعتش منها بس مجرد صدمه في شخص او بحب شخص تاني، لا. القصه دي علمتني حاجه مهمه جدا. اولا ان الواحد يدعي بالثبات. التغيير ده سنه الحياه. الانسان ممكن يتغير من الشمال لليمين او من اليمين للشمال، احنا بس ندعي ربنا سبحانه وتعالى انه يثبتنا. تاني حاجه اتعلمتها ان كل واحد ليه شخصيه مختلفه، فما ينفعش انا افضل نفس الشخص مع كل الاشخاص. ما ينفعش اكون الشخص المؤدب والمحترم في كل الاوقات في كل السيناريوهات، وفي بعض الاوقات لازم ابقى شخص مختلف عن الشخص اللي انا اتعودت ابقى عليه. واهم حاجه اتعلمتها انه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لما انا كنت مضطر ابقى في مكان معين لان ما عنديش بديل، اتاذيت فيه كتير. لكن اول ما خدت قرار وطلعت من المكان ده لانه المكان ده لا يرضيني ولا يرضي ربنا سبحانه وتعالى، ربنا عوضني منه باحسن منه بكتير. فكره ان الناس كلها زي بعض سيئه او الناس كلها كويسه هي فكرة غلط. الغلط الكبير عندي انا اللي كنت مدي الناس قيمة اكبر من قيمتها بكتير، وكنت متوقع من الناس اكتر من اللي هم ممكن يدوه. عشان كده الصدمة كانت كبيرة جدا بالنسبة لي. هم اي نعم غلطانين، بس في الاول في الاخر كنت انا السبب.